بسم الله القوي الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. يومنا اليوم 6 من شهر طوبى، وشكرا لله هذا العام وقع في يوم الأحد، وهو عيد الختان، وهو أحد أعيادنا السبعة الصغرى، أحد أعيادنا السيدية الصغرى التي نحتفل بها. هذا الفصل من الإنجيل، من إنجيل معلمنا لوقا والأصحاح الثاني، ويروي فيه أنه بحسب النظام المتبع أن كل طفل ذكر أمر الله إبراهيم بأن يختتن في اليوم الثامن لميلاده، وكان هذا الأمر يتم حتى في يوم السبت. لو وقع اليوم الثامن في يوم سبت مع أنه يوم راحة، لكن شريعة الختان كانت تأمر بأن كل طفل ذكر في اليوم الثامن لميلاده يختتن، وكان لهذا الاختتان قيمة دينية. يعتبر هذا الختان دخولا في عهد مع الله، وهذا هو الأمر الذي أصدره الله لأبينا إبراهيم كما يرد في الأصحاح 17 من سفر التكوين. وكان الأمر مشددا أن كل ذكر لا يختتن في اليوم الثامن يقطع من شعبه. هذا عقاب قاسي، أنه لا يحسب من بين شعب الله. فكان الختان علامة دخول في عهد مع الله، وعلامة تبعية لله إله إسرائيل. وكان إبراهيم يوم أن صدر إليه هذا القرار من الله كان سنه 99 سنة، واختتن إبراهيم طاعة لأمر الله ليدخل في عهد مع الله في هذه السن المتأخرة. وبعد ذلك أيضا ختن إبراهيم ابنه إسماعيل الذي ولد أولا قبل إسحاق، وبعد أن ولد إسحاق ختنه أيضا. وظل هذا الأمر معمولا به، وهو شريعة الختان للذكور، ولم يحدث أن يتخلف أحد، حتى إن ابن موسى النبي يبدو أنه كانت هناك ظروف تأخر ابنه، فكاد ملاك الله أن يقتله لولا أن أمه صفورة أمسكت بحجر وقطعت غلفة ابنها. كل هذا عشان يشدد أو يبين كيف أن الله كان أصدر هذا الأمر مشددا، بحيث لا يسمح لأحد أن يخرج على هذه القاعدة، وإلا يكون خروجه على القاعدة معناه خروج على شعب الله، لأن هذا عهد بين الله وبين بني إسرائيل، أنه في اليوم الثامن لختان كل ذكر، في يوم الثامن لميلاد كل ذكر يختتن، وكل عهد يختتن بالدم. ويبدو أن الحكمة من هذا الختان تتصل بالخطيئة الأولى التي وقع فيها أبونا آدم وأمنا حواء.
لماذا هذا الختان؟ ولماذا هذا الختان في هذه المنطقة بالذات؟ هذه علامة على أن هذا أصل الخطيئة الأصلية التي وقع فيها أبونا آدم وأمنا حواء. عشان كده كمان بالنسبة لحواء صار الحكم عليها أنها بالأوجاع تلد أولادا، وظل هذا الحكم قائما إلى اليوم، وأظن أنه سيبقى ما دامت الحياة، لصلة كل هذا بالخطيئة الأصلية التي وقعت فيها حواء أولا وطاوعها آدم في هذه الخطيئة. عشان كده في المسيحية حل محل الختان في العهد القديم المعمودية في العهد الجديد، لأنه هي المدخل الذي ندخل به في عهد مع الله. لذلك كان الختان رمزا مؤقتا إلى المعمودية. فالمسيحيون أصبحوا معتقين من الختان من الناحية الدينية، ولكن أصبح له قيمة صحية بالنسبة للرجال أو الذكور. فعشان كده برضو أمرت الكنيسة أن الختان يتم قبل المعمودية، ومنعت الكنيسة أن يتم الختان بعد المعمودية، لأن الختان كان رمزا للمعمودية. وإلا إذا كان بقى وقع خطأ غير مقصود، على كل حال فقد الختان معناه الديني في المسيحية، وأصبحت المعمودية هي البديل، لأنها هي المدخل الذي ندخل به في عهد جديد مع الله. فأصبح الختان قيمته صحية بالنسبة للرجال. وبهذه المناسبة لابد أن نقول إنه لا ختان للبنات. غلط هذا الختان للبنات. الشريعة في القديم اختصت الذكور بهذا الختان. الختان في بلدنا مصر هنا دخل مش من الناحية الدينية، يعني الأقباط يعني انساقوا عند الشعوب التي تمارس تعدد الزوجات، إنما غلط 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 دينيا وكنسيا ختان البنات، لأنه قتل لجزء حيوي في جسم المرأة أو في جسم البنت. والقوانين الكنسية منعت منعا باتا ختان البنات. وعندنا عشان كده احنا أصدرنا كتاب صغير كده تحت عنوان الختان في المسيحية، وبينا بوضوح أن الختان للذكور فقط وليس للبنات. الكنيسة بتعتبر هذا اليوم عيدا. ليه؟ لتشير به إلى أن سيدنا له المجد وهو القدوس وليس في حاجة إلى كل هذا، لكنه خضع للشريعة ومارس كل شيء حسب الشريعة وهو في غير حاجة، لأنه القدوس. ومارس أيضا العمادة من يوحنا المعمدان، وقال له يوحنا: أنا المحتاج أن أعتمد منك وأنت تأتي إلي. قال له: اسمح بهذا الآن، لأنه هكذا يليق بنا أن نكمل كل بر. اسمح بهذا الآن لأنه يليق بنا أن نكمل كل بر. من أجل هذا رأينا سيدنا أخضع نفسه للشريعة
وده تعليم لنا إن هو بذاته واضع الشريعة، فلم يرضى أبدا في أي أمر من الأمور إلا أن يخضع لتعليم الشريعة، يعلمنا كيف نحترم الشريعة ولا نبرر أنفسنا بسبب ما من الأسباب لنتنصل من تطبيق الشريعة ومن الخضوع لها. لأنه إذا كان سيدنا وهو الكامل والقدوس أخضع نفسه للشريعة، فمعنى ذلك أننا نحن نقتدي بسيرته كما يقول الكتاب المقدس تاركا لنا مثالا لكي نتبع خطواته. فكان سيدنا له المجد وهو في الجسد يمثل آدم الثاني. يعني إيه آدم الثاني؟ يعني آدم كما ينبغي أن يكون، لأن آدم الأول سقط في مخالفة الشريعة، فجاء المسيح في صورة الجسد مقدما ذاته مثالا ونموذجا حتى يتبعه كل إنسان، يعني طالما أنه إنسان. فسيدنا له المجد وهو في غير حاجة إلى كل هذا، لكنه يعني ولد حبل به في البطن كإنسان وولد كإنسان، وبرضه بقي في البطن 9 أشهر وولد كإنسان ونمى كطفل قليلا قليلا مثل البشر. وهكذا تم الختان أيضا، تمت المعمودية، وكل شيء خاضعا للترتيب. وكذلك في اليوم 40 لميلاده، يوم 40 لميلاده حملته أمه على ذراعيها السيدة العذراء، وذهبت به لتقدم عن تطهيرها ما أمرت به الشريعة بالنسبة للبنت أو المرأة الفقيرة، أن تقدم عن تطهيرها زوجي يمام أو فرخي حمام. أما المرأة الغنية فتقدم حملا حوليا، وتقدم أيضا حمامة ذبيحة خطيئة. وده برضه مرة أخرى يرينا علاقة هذه الأمور بالخطيئة الأصلية. ليه المرأة كانت إذا ولدت وفي 40 يوما من ميلادها للطفل وفي 80 يوما لميلادها للبنت تقدم عن تطهيرها؟ لماذا هنا الطهارة؟ علما بأن هذا زواج شرعي، لكن طبعا كل هذا من مخلفات الخطيئة الأصلية. مع أن مريم العذراء طاهرة وسيدة الطهارة وسيدة العذارة، ولم تحمل بجنينها بزرع بشر، ولا علاقة لها بالخطيئة الأصلية، لأن الخطيئة الأصلية بتيجي توصل عن طريق التزاوج. وهنا حملت العذراء لسيدنا له المجد بغير زرع بشر، فإذا هي طاهرة ونقية وليست في حاجة إلى هذا. لكن خضوعا للشريعة ذهبت مريم العذراء إلى الهيكل، طبعا مش الهيكل اللي هو القدس اللي بيدخل فيه الكهنة فقط، إنما إلى رواق النساء اللي هو من الأروقة الخارجية الخارج الهيكل. في رواق كان اسمه رواق النساء، وفي رواق للرجال اسمه رواق إسرائيل، وفي رواق للكهنة كان يقيم فيه اللي عليهم الخدمة، وفي رواق للأمم. ففي رواق النساء فذهبت مريم العذراء الطاهرة وسيدة الطاهرات لتقدم حسب ما أمرت به الشريعة في اليوم 40 لميلاده، طبعا كفقيرة
قدمت زوجي يمام أو فرخي حمام. وطبعا هنا سؤال: لماذا يؤخذ من اليمام زوجان ولكن أما الحمام فتؤخذ فراخه؟ يقول زوجي يمام أو فرخي حمام، يعني مش الحمام نفسه الذكر والأنثى ولكن الفراخ بتاعه. أما اليمام فدي هنا حكمة كمان للشريعة، لأن اليمام معروف بطهارته بالنسبة إلى الحمام، إنه إذا مات قرينه لا يتزوج أخرى، وهي إذا مات قرينها اللي هي اليمامة لا تتزوج بأخرى. شيء غريب في طباع أو في تركيب الحيوانات والطيور، إنما هذه الصفة معروفة في اليمام أنه مخلص لقرينه، فإذا مات القرين فلا يتزوج بآخر أو بأخرى. عشان كده قالت الشريعة إن المرأة الفقيرة تقدم عن تطهيرها زوجي يمام أو فرخي حمام. كل ده برضه يبين لنا العصب اللي ماشي في كل الشريعة والتعليم مما يشير إلى أصل الخطيئة جاي من فين. وهنا بقى برضه مرة أخرى لماذا يعني مع العلم أن سيدنا طبعا قدوس، وأيضا حتى من الناحية الجسدية لم تلد به أمه بزرع بشر، فلماذا؟ طبعا الإجابة على هذا أنه أخضع نفسه للشريعة لكي يقدم بذاته نموذجا لآدم الثاني أنه يخضع للشريعة ولا يبرر نفسه تحت عذر ما بأنه يخرج عن تعاليم الشريعة. وهذا تعليم لنا نحن البشر أننا نحن لابد أن نخضع لشريعة الله ولا نعفي أنفسنا منها مهما تكن الأسباب، لأنه منا هيكون يعني بريئا براءة سيدنا له المجد، سيدنا المسيح له المجد. فإذا كان هو أخضع نفسه للشريعة ولم يبرر يعني تنصله من الشريعة بحجة أنه الطاهر والقدوس والذي ليس في حاجة إلى هذا، فيبقى من باب أولى إحنا كبشر لابد أن نخضع للشريعة وأن نحترمها. فسيدنا له المجد ضرب لنا مثالا وصار لنا قدوة ومثلا أعلى نقتديه. ونفس في هذا الموضوع أيضا يكشف الأمر لنا لماذا يعني جاء هذا الأمر في العهد الجديد. هذه شريعة كانت في العهد القديم كما جاء في الأصحاح 12 من سفر اللاويين أن المرأة إذا ولدت تكون نجسة 7 أيام وبعد ذلك تقضي 33 يوما إلى أن تطهر، وبعد ذلك تتقدم إلى الهيكل وتقدم عن تطهيرها ما تأمر به الشريعة. فإذا ولدت بنتا تبقى نجسة 2 أسبوع وبعد ذلك تبقى بقية 80 يوما أيضا لا تدخل إلى الهيكل. هذه الشريعة جاءت في العهد القديم ومع ذلك باقية في العهد الجديد. عشان كده تعاليم الكنيسة وكل الآباء والمجامع أمرت أن المرأة لا تدخل إذا كانت حائضا لا تدخل إلى الكنيسة، لا تدخل امرأة حائض إلى الكنيسة. فهذه الشريعة مش بس يعني ما تتناولش ولكن لا تدخل إلى الكنيسة. أمرت القوانين الكنسية والمجامع طبعا لأن ربنا أمر بهذا، فظلت الأمر باق إلى اليوم. وإش معنى برضو فينا سؤال، إش معنى يعني لما تلد
ولدا ذكرا تبقى 40 يوما بعيدة عن الأماكن المقدسة، وبالنسبة للبنت تبقى 80 يوما. هنا برضو كل هذا له علاقة بالخطيئة الأصلية. هذا عقاب لجنس المرأة أو البنت، وده يرجع إلى أن المرأة هي التي تعدت أولا فحسبت في التعدي كما يقول القديس بولس الرسول. كل ده يدينا فكرة عن العصب اللي ماشي في كل الشريعة، والذي يردنا إلى حقيقة الخطيئة الأولى التي وقعت فيها حواء أولا وتبعها في ذلك آدم. المهم برضو ان احنا نعرف ان هذا تعليم الكنيسة، وعشان كده يعني لما تيجي المرأة تعمد طفلها، قبل ان نعمد الطفل بنتلو على المرأة صلوات معينة ويتلى عليها حل وتحليل معروف بهذا التحليل أنه لكي يعطى للمرأة الحق أن تدخل إلى الأماكن المقدسة. باقي إلى اليوم هذا، وده كله بقول في تعليم الكنيسة وفي أقوال الآباء وأقوال المجامع باقي إلى اليوم، عشان في بعض الناس برضو بتلف يمين وشمال وتحاول مش عارف ايه وتقول ايه وتقول ايه. فبقول هذا الكلام عشان نؤكد ان هذه الشريعة باقية الى اليوم، وهو انه لا تدخل امرأة حائض الى الكنيسة. فاذا كان طفلها في خطر اباحت الكنيسة ان الطفل ممكن ان يعمد ولو كان ابن يوم واحد، بس ما يدخلش مع امه. في حالة الخطر ممكن أن يعمد الطفل ولو كان ابن يوم واحد. يبقى إذا هذه الشريعة مش تتصل بالطفل نفسه، إنما تتصل بالمرأة نفسها. يعني الشريعة قائمة بأن المرأة تظل بعيدة عن الأماكن المقدسة إذا كان ولدها ذكرا 40 يوما، وإذا كانت مولودها أنثى تبقى 80 يوما. فبقول لو كان الطفل في خطر ويخشى على أنه يموت بدون عماد، ممكن أن يعمد الطفل ولو كان ابن يوم واحد على أنه لا يدخل مع أمه، لأن المرأة ممنوعة في هذا الوقت حتى تكمل مدة تطهيرها. يدخل الطفل مع امرأة أخرى، مع واحد ثاني، لأنه الطفل يمكن أن يعمد ولو كان ابن يوم واحد. بقول هذا الكلام مرة أخرى يا أولادنا عشان في ناس بتقعد تتساءل وتلف يمين وتلف شمال، واللي يقول خلاص المسيح اعتقنا من خطيئة ومعرفش ايه وبتاع وفدانا. صحيح المسيح فدانا، ولكن هذه الأمور باقية في طبيعتنا على أنها تذكرنا بالخطيئة الأولى التي بسببها حصلت السقطة العظيمة. وعشان كده باقي إلى اليوم العقاب بتاع حواء أنها بالأوجاع تلد أولادا، باقي إلى اليوم على الرغم من عمل المسيح الفدائي، لكن باقي إلى اليوم أنها لا تعفى من هذا العقاب بتاع بالأوجاع تلدين أولادا. وش معنى هذه المنطقة؟ وش معنى الوجع يجي هنا؟ وش معنى؟ ده يدل على أنه يعني يشير إلى الخطيئة الأصلية وكيف بدأت. النهاردة هو عيد الختان، في 6 من طوبة بنسميه عيد الختان. أما موضوع دخول المسيح طفلا في 40 يوما أو بعد 40 يوما من ميلاده إلى الهيكل، فدلوا عندنا برضو في كنيستنا يوم آخر أو عيد آخر اللي هو يقع في 8 إمشير ويقابله 15 فبراير 8 إمشير، عشان برضو من الميلاد لغاية 8 إمشير هيكون 40 يوم. يعني لاختيار المناسبة ل 8 إمشير لو حسبناها من 29 كياه اللي هو الميلاد لغاية 8 إمشير إلى 40 يوم. فبيطلع برضو في هذا اليوم هذا الفصل، لأنه متضمن موضوع أن المسيح يعني حمل على يدي سمعان الشيخ، على يدي العذراء أولا. هنا بقى يعني سمعان الشيخ
بيقول أوحي إليه إن هو يروح إلى يعني إلى أورشليم وإلى الهيكل ويلتقي بالعذراء مريم في هذا الوقت بالذات. لماذا؟ لأنه المسيح له المجد، أو أقصد أقول في هناك في سفر إشعياء نبوءة عن العذراء مريم أنها تحبل وتلد عمانوئيل. يقول في الأصحاح 7 من سفر إشعياء والعدد 14: هو ذا العذراء بالألف واللام تحبل وتلد ابنا ويدعون اسمه عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا. عمانوئيل، عم في العبراني يعني اللي هي مع، نو اللي هي نا بالعربي، إيل اللي هو الله، يبقى الله معنا. فإيه قصة سمعان الشيخ ومجيئه هنا؟ دي لها تاريخ. إنه كان اليهود كانوا هنا في مصر، وطبعا نسيوا لغة آبائهم اللي هي اللغة العبرانية، خصوصا الذين أقاموا مدة طويلة، وخصوصا الأطفال الذين أقاموا في مصر منذ طفولتهم أو ولدوا في مصر. فكان مكتبة الإسكندرية، وهي أعظم مكتبة في العالم في ذلك الوقت، تشتمل على كل التراث الإنساني وكل المؤلفات والكتب. وطبعا انتم عارفين دلوقتي بيتكلموا عن تجديد أو يعني إعادة هذه المكتبة إلى مجدها الأول، والدولة بتتبنى هذا، وأيضا اليونسكو بيتبنى هذا، وبيدوروا على علماء عشان يحققوا تجديد هذه المكتبة التاريخية العظيمة. المهم يعني انه ديمتريوس مدير هذه المكتبة في ذلك الوقت قال لبطليموس فيلادلفيوس اللي هو بطليموس الثاني حاكم مصر، قال له ده اليهود عندهم كتاب ثمين جدا، ويجب انه هذا الكتاب يضم الى المكتبة لانه مهم جدا. ولكن هذا الكتاب باللغة العبرانية يحتاج الى ان يترجم الى لغة اليونان لمنفعة اليونان ولمنفعة، لأن اللغة اليونانية كانت هي اللغة العامة العالمية التي يجيدها حتى اليهود أنفسهم، كانت اللغة العالمية التي يتكلم بها العالم كله. عشان كده الأناجيل كتبت باللغة اليونانية على الغالب. قالوا دي فكرة كويسة. وفي نفس الوقت بطليموس فيلادلفيوس كان يهمه أن يعني يرضي اليهود، لأن اليهود كانوا جالية مهمة في مصر وفي اسكندرية على الخصوص. فقال له فكرة دي كويسة قوي، يلا. قال له لكن هذا الكتاب باللغة العبرانية، فإذا ترجمناه إحنا يمكن نخطئ أو شيء من هذا القبيل أو يعترض علينا، فالأفضل أن نلجأ إلى اليهود أنفسهم، لأنه يعني نلجأ إلى ناس علماء يجيدون اللغتين العبرانية واللغة اليونانية بدرجة واحدة. قال له عظيم عظيم عظيم، كويس قوي. فأرسل إلى أليعازر رئيس الكهنة في أورشليم في ذلك الوقت، طلب إليه أن يرسل إليه علماء للقيام بالترجمة من اللغة العبرانية إلى اللغة اليونانية، يجيدون اللغتين بدرجة واحدة. فأرسل إليه 70 عالما، كان من بينهم سمعان الشيخ. 70 عالم يجيدون اللغتين العبرانية واليونانية بدرجة واحدة. هذا السبب لماذا سميت هذه الترجمة بالترجمة السبعينية. وهذه الترجمة لها أهمية عظمى في الكنيسة، لأنها أولا الآباء الرسل جميعا حينما اقتبسوا نصوصا من العهد القديم جابوه من هذه الترجمة، وده أكسبها كرامة وأكسبها قبولا أمام الوحي الإلهي، فضلا بقى عن الواقعة اللي هنتكلم عنها دلوقتي اللي صاحبتها
عناية الله. ايه هي الواقعة؟ انه سمعان الشيخ كان احد 70 عالما، وبعدين كان من نصيبه ان يترجم سفر اشعياء. يعني بطليموس اكرم وفادة وجعل لكل واحد منهم حجرة عشان يكون في هدوء يقدر يقوم بالترجمة. فكان من نصيب إشعياء أن نصيب سمعان. كان شيخا، لأنه طبعا هذه المهمة لم يعهد بها إلى الشباب، لابد أن يكونوا شيوخا. فكان شيخا، وطبعا شيخا يعني ما يقلش عن 60 سنة. المهم أنه لما وصل إلى الأصحاح السابع في الترجمة فوجد كلمة العذراء تحبل وتلد ابنا. العذراء تحبل. العذراء كلمة بالعبرانية ها علمة. ها علمة يعني البنت التي لم يسبق لها الزواج. فالآن لو ترجمتها هترجمها بارثينوس باليونانية، اللي هي البنت التي لم يسبق لها زواج. لكن أنا بالطريقة دي يعني هأعرض إله إسرائيل لتجديف وسخرية اليونان، لأن كلام غير معقول إن البنت تحبل وتلد. والعذراء مكتوب العذراء ها علم. فقال يعني أنا بالطريقة دي بدل ما إني أنا أعمل خدمة هأسبب الناس يجدفوا على إله إسرائيل أو يسخروا من الكتاب المقدس، يقولوا إيه الخرافة دي، كتاب يحتوي خرافة. يعني أدور على كلمة تانية يعني بعيدة شوية ما تبقاش كده، يعني بارثينوس اللي هي تدل على بنت لم يسبق لها الزواج. فوفق إلى كلمة بالاختصار اسمها نيانيس. يعني إيه؟ فتاة أو شابة. كلمة شابة ممكن تكون متزوجة، ممكن تكون بنت غير متزوجة. فانبسط من نفسه جدا، وفق إلى كلمة اهي ما حدش يعني يزنقوا فيها أو ما يبقاش يعني يسبب تجديف على إله إسرائيل وعلى الكتاب المقدس. انبسط وفرح قوي إن لقي كلمة باليونانية تدي معنى شابة. فهو جاي يكتب وفرحان من نفسه جدا، موفق إلى كلمة تخلصه من هذا المأزق. وإذا صوت من السماء يقول له اكتب ما تقرأ وإنك لن تموت حتى ترى المسيح الرب. فراح اضطر أن يكتبها بارثينوس. عشان كده صدر يعني الكتاب والتفسير في اليونانية إنها بارثينوس، العذراء تحبل وتلد ابنا. طبعا سمعان الشيخ الترجمة دي كانت سنة 282 قبل الميلاد. 282 قبل الميلاد، وكان هو شيخ لا يقل عن 60 سنة. فيبقى معنى ذلك ان هذا الرجل عاش 342 سنة على الأقل. 282 وسنه 60 على الأقل، يبقى عاش على الأقل 342 سنة. ما كانش حد في الوقت ده طبعا يعيش هذا السن أبدا. يدوب كان 70-80 سنة زي ما قال داود النبي، 70 ومع القوة ف80. محدش كان بيعيش في الوقت ده. زمان خالص كان في ناس بتعيش. آدم عاش 930 سنة، نوح 950 سنة، ماتوشالح 969 سنة. لكن ظل العمر بينحدر لغاية ما وصل الشرق الأوسط إلى 70-80، أكثر ما فيها 100 سنة. يعني موسى عاش 120 سنة، يشوع عاش 110، أقصى ما فيها يعني حاجات زي كده. إنما 342 سنة على الأقل. عشان كده كان بقى تعبان جدا جدا طبعا، لأن مع كبر السن والشيخوخة بيكون المرض، يكون التليفات، يكون الصلابة في الجسم، عدم الحركة وما إلى ذلك. عشان كده لما حمل المسيح على ذراعيه قال إيه؟ الآن يا سيدي اطلق عبدك. يعني ايه اطلق عبدك؟ يعني كان محبوس. كلمة اطلق عبدك بسلام، اطلق. شوفوا الكلمة يا أولادنا لها معناها ان هو محبوس طبعا مع السن الكبير والتعب والمرض والشيخوخة وما إلى ذلك. اطلق عبدك بسلام لأن عيني قد أبصرت خلاصك الذي أعددته قدام وجه جميع الشعوب، نورا تجلى للوثنيين ومجدا لشعبك إسرائيل. لأنه
هو ده اللي طبعا قال له لن تموت حتى ترى المسيح الرب، ودي ذكرها إنجيل لوقا. عشان كده يعني قال اطلق عبدك بسلام لأن عيني قد أبصرت خلاصك الذي أعددته قدام وجه جميع الشعوب. وبعدين مال رأسه، توفى في ذلك اليوم وفي تلك الساعة بعد ما حمل المسيح على ذراعيه، وبعد ما عاين خلاص الله الذي جاء به المسيح، فقال الآن يا سيد اطلق عبدك بسلام لأن عيني قد أبصرت خلاصك. عشان كده برضه احنا لما بنلف بالحمل برضه بنعمل نفس عملية سمعان، وعشان كده بيقول الكاهن الآن اطلق عبدك بسلام وهو بيلف حول المذبح زي القوس. وكذلك في صلاة النوم عندما بنصلي صلاة النوم بنقرأ المزمور ده، نقرأ الإنجيل ده بالذات، لأنه الإنسان في ساعة النوم بقى خلاص يعني ده اللي يسموه الموت الصغير، فبرضه بنتلو هذا الإنجيل الآن اطلق يا عبدك بسلام لأن عيني قد أبصرت خلاصك الذي أعددته قدام وجه جميع الشعوب. على كل حال هذا الفصل أيضا سيتلى في يوم 8 إبشير اللي هو اليوم الذي تعيد فيه الكنيسة لدخول المسيح طفلا في 40 يوما، والتقدمة التي قدمتها السيدة العذراء. بعد كده طبعا رجعوا إلى بيت لحم ثاني، وبعد كده طبعا دخلوا إلى بلدنا اللي هي أرض مصر لما هيرودس أصدر الأمر أن يقتل الأطفال من 2 فما أقل بحسب الزمن الذي تحققه بالمجوس. فسيدنا له المجد مع العذراء مريم ويوسف النجار كما أمره الملاك اذهب إلى أرض مصر وكن هناك حتى أقول لك، فرقي في بلدنا هنا. وتقدر الرحلة بنحو 4 سنوات، 3 سنين ونصف على الأقل الإقامة في المحطات المختلفة، ويعني الذهاب والإياب أخذ يعني على الأقل نحو نصف سنة، فأصبحت 4 سنوات تقريبا. بعد كده عادوا إلى الناصرة اللي هي البلد الأصلية الذي كان فيها يقيم يوسف وكانت تقيم فيها مريم. ودي الناصرة بلد اللي هي فوق في الجليل، القسم الأعلى من فلسطين أو المقاطعة العليا اللي هي المقاطعة الأولى الشمالية من أرض فلسطين. وقال السبب ليه سيدنا له المجد بيسمى يسوع الناصري نسبة إلى الناصرة. إلهنا يحفظكم جميعا في اسمه المبارك. العام وأنتم بخير، ولإلهنا الإكرام والمجد إلى الأبد آمين.